الامتحان كان حلو بس هو النحو بس اللي كان تقيل. بعدين لما يكون ده العربي هيكون يعني لما يكون ده العربي اللي احنا بنمتحنوه اللي جاي بقى اللي هو المفروض الفيزياء والكيمياء والحاجات دي تبقى عامله ازاي؟ ان شاء الله خير. شكرا. خدني بعد اذنك. الوقت ما كانش كويس خالص، مش كافي يعني، كان اكتر من كده لان الامتحان كان طويل جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فكره فيديو النهارده هننزل مع طلاب الثانويه العامه في اول امتحان ليهم امتحان اللغه العربيه علشان ندلعهم ونفرفشهم ونخفف عنهم شويه ونشاركهم بقى في هم الامتحان كان صعب كان سهل، وان شاء الله الامتحان يطلع سهل زي ما عملنا بالظبط السنه اللي فاتت سلسله حلقات عن الثانويه العامه وعجبتكم جدا. فلاش باك طب الحمد لله ما حليناش حاجه. ممكن اختار كمان 99 يا بنت المحظوظه. تليفون انا مش هاخره عليك. ايه ده انا عايز انا كنتش جايب الامتحان بالتليفون اروح ولا ايه؟ هديكم جمله بالعربي ترجمها لي بالانجليزي. القطعة في قطعة من الاثنين، كان عندنا قطعتين، في قطعة كانت يعتبر أسئلتها أصعب أسئلة في الامتحان. هو كان متصرف فعلا الامتحان كان متصرف. رب النجاح والتوفيق من عند ربك يا رب، والله يا رب يا رب تجيب المجموعة اللي نفسك فيه. انت علمي علوم ولا ادبي؟ علمي علوم. انت كنت علمي علوم ولا علمي رياضه؟ انا علمي. ايه رايكم نجيب للطلبه مانجا نوزعها عليهم بحيث نطر كده على قلبهم يبقوا مستمتعين بعد الامتحان؟ واخبار اللجنه ايه كغش او كمراقبين؟ مفيش غش ومفيش اي حاجه؟ لا ما بتغشوش خالص؟ انت ما غشيتش النهارده خالص؟ في اللجنه وبقول لهم ربنا يولع فيكم. حماده والله ابنك فاشل وما بيذاكرش والمراقب كان هيفشخنا انا وهو. كيمياء بقى ولا فيزياء ولا علمي يعني ولا ادبي؟ لا ادبي. ادبي تاريخ يعني النهارده. ايه رايك في الامتحان النهارده؟ لا ما كانش احسن حاجه، وكان قايل ان الاجابات مش هتيجي متشابهه، فجاب في اجابات كتير متشابهه. كان حلو ولا كان سهل ولا كان سهل اهو؟ الامتحان كان وحش قوي يا رب. جغرافيا الامتحان كان وحش قوي. حاج يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. كده قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو توصل لاكبر عدد من اللايكات. والنبي هتجيب جنيه، والنبي هتجيب جنيه، ربنا يخليك، والنبي هتجيب جنيه، والنبي يا عمي. هم خلاص قربوا يطلعوا من اللجنه، اول ما يطلعوا من اللجنه هنبدا بقى تصوير نشوفهم ان شاء الله. ان شاء الله الامتحان يبقى سهل. اي حد في ثانويه عامه او عنده اي حد في ثانويه عامه او ما عندوش ينزل يتقالوا في الكومنتات، ويلا اشوفكم بقى لما يطلعوا. لحظات انتظار اولياء الامور، خلاص فاضل 3 دقايق والطلبه تطلع. لحظة خروج طلبة الثانوية العامة اهو دلوقتي حالا. ما تخرجوش عارف والله انا متوتر ولا كأننا اللي عندي امتحان. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش. بتسأل عن الامتحان؟ لا الامتحان خدت الصدمة بقى. الامتحان والله النحو كان فيه كان صعب. تعالوا لقاء يا رجاله، لقاء يا رجاله، لقاء يا رجاله. ماشي. ايه رايك في الامتحان بتاع النهارده؟ هو ده العربي بتاعنا؟ يعني ده العربي اللي احنا بنتكلمه؟ ايه التكات اللي هي كانت جايه فيه؟ يعني كان اصعب فرع ايه؟ النحو ما كانش النحو اللي احنا خدناه خالص يعني. كان مثلا في يعني تتوقع نفسك تجيب كام مثلا في النحو؟ او عندك كام غلطه؟ اللي يجيبه ربنا حلو. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. ادعينا ربنا يكرمه يا رب، يا رب. يا رب ان شاء الله. وبعدين لما يكون ده العربي هيكون يعني لما يكون ده العربي اللي احنا بنمتحنوه اللي جاي بقى اللي هو المفروض الفيزياء والكيمياء والحاجات دي تبقى عامله ازاي؟ ان شاء الله خير. شكرا. خدني بعد اذنك. تعالوا. تعالوا ايه السابع اهو. بأمانة الثانوية العامة دي أصلا والله هتنزل الفيديو ده على إيه؟ هتنزل الفيديو ده على اليوتيوب. بص يا إخواتي دلوقتي احنا لسه طالع من الامتحان دلوقتي ورب اللي خلقني، بس هو الامتحان صعب قوي ما يتحلش. بقول لك اليوم السابع والله اليوم السابع. حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. طب لما ينفعش. يا رب نجحني يا رب عشان خاطر امي. ما كفايه بقى يا لوزي. ثواني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده الامتحان كان زي الفل يا جدعان والله العظيم، والراجل ده غششني فاهم؟ يا ابني والراجل ده يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. اخواتي والله العظيم يا الثانويه العامه انصحكم يعني اللي داخل الدفعه الجايه ما يخش الثانويه العامه. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. شوف بقى ايوه اراء مدارس الولاد. تعالوا نتجه على مدارس البنات لان شايف حاجه غريبه جدا، وطبعا ده العادي يعني الولاد عماله تهزر ومش عارفه ايه وفي حاجات كتير عملنا لها قط، انما بقى البنات انا شايف كل ما اعدي قدام مدارس البنات عياط وانهيارات وكده. طب انا فعلك كده والله كذاب. تعالوا نروح ونشوف بنفسنا نشوف هنقدر نصور ولا لا. يلا بينا.
الامتحان كان حلو بس هو النحو بس اللي كان تقيل. النحو صعبهم بس الباقي كان الوقت ما كانش كويس خالص، مش كافي يعني، كان اكتر من كده لان الامتحان كان طويل جدا. زي ما احنا كده شايفين 90% من الطلبه سواء ولاد او بنات بيشتكوا من العربي يعني، خصوصا في النحو. بيقولوا بقى الفروع كانت جايه كويسه وكده، لكن النحو اغلب الطلبه اللي وقفت معاها بتقول ان اللجان يعني كانت حلوه كويسه، محدش بيضايقهم في حاجه او كده. فاحنا عايزين كل اللي احنا نعمله او كل اللي احنا بقى بايدينا ان احنا ندعي لهم كويس جدا ان الامتحانات اللي جايه تكون سهله، وان مفيش اي حد ان شاء الله يكون ناقص في العربي درجات كتير، وان ربنا يدي كل واحد فعلا قد تعبه وبزياده كمان، ويديله حلمه اللي هو نفسه فيه. لو انت طالب ثانويه عامه بتتفرج عليا دلوقتي قوم ذاكر دي الحاجه الوحيده اللي هتنفعك. لا بس بجد عايز اقول لك ما تتضايقش، ما تفكرش ان مثلا لو انت ما حليتش النهارده حلو فكده، لا انت معاك لسه فرصه، باقي الامتحانات باقي المواد كلها. ما تخليش اول ماده ولا ثاني ماده ولا ثالث ماده ولا حتى اي ماده من المواد، حتى لو الماده اللي قبل الاخيره تبوظ لك الماده اللي بعدها. لا عادي خلاص، دي حاجه وصفحتها اتقفلت، سواء انا حليت فيها حلو او حليت فيها وحش. كل اللي عليا انا دلوقتي كطالب ثانويه عامه ان انا اركز في اللي جاي، وابدا بقى ان انا اشوف هعمل في ايه، ان انا هعرف بقى احل في اللي جاي، مش هعرف لا مش عارف ايه بتاع. ما اخليش تفكير الماده دي او الاجزاء اللي جت فيها صعبه. حبيب قلبي لا يا عم، الله يهمك احلى صوره. معلش وقت التصوير كان في حد يسكت ويتصور معاه، جيش الزعيم في كل مكان. فدلوقتي بقى اللي حابب اللي اقوله اي حد في ثانويه عامه، ما تيأس، اوعى تقول ان الامتحان الصعب ده في اللي جاي كله هيبقى صعب فانا مش هذاكر، او انا كده كده خلاص درجاتي ضاعت. لا، الامتحان كان صعب على الجميع مش على واحد بس، فهو يعني لو كله هينقص فكله ينقص درجات. فانت فكر في اللي جاي، ركز في الامتحانات اللي جايه وان شاء الله خير. وكده عشان نقدر نصور مع ناس اكتر من كده، عشان خلاص هو يا دوبك كل يعني اللي احنا صورنا معاهم في ناس بتبقى متضايقه وكده، فمش هنقدر بقى ان احنا مثلا ايه نخش لحد نقول له ايه محتاجين نصور او كده وبتاع، لان برده هم اكيد لازم نراعي برده شعورهم وان الامتحان كان صعب عليهم. فهنكتفي بكده ان احنا نقلنا لكم الوضع وان الحاجه ايه هي وكده، وهل الامتحان كان صعب ولا كان سهل، ومية مية على كده. كانت ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش قبل يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. يا عم يا جدعان احب انا ثانيه عايز اقول لهم اتكلم يالا عدل يالا، اتكلم بأدب لو سمحت، اتكلم بأدب يا ولد. وبس كده يبقى انتهى فيديو النهارده. لو انت وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تعمل لايك توصل اكبر عدد من اللايكات. ولو انت النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده. ثانويه عامه قول لنا مكان مدرستك فين عشان نجي لك لحد المدرسه ونصور معاك. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.